تفتكر مين هم اكتر 4 حراس قدروا يحافظوا على نظافه شباكهم في التاريخ؟ وبالمناسبه اوليفر كان ومانويل نوير مش من ضمنهم. في المركز الرابع التشيكي بيتر تشيك، في فتره قضاها مع منتخب التشيك ومع تشيلسي قدر يحافظ فيها على نظافه شباكه ب 397 مره. المركز الثالث عندنا لاعبين، عندنا الاسباني كاسياس والهولندي فاندر سار. كاسياس في فتره قضاها اكبر مع ريال مدريد ومنتخب اسبانيا، وفاندر سار مع اياكس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، وهما الاثنين قدروا يحافظوا فيهم على نظافه شباكهم ب 440 مره. في المركز الثاني الحارس الانجليزي لي كيرمنز، حارس قديم لعب في فتره من الستينات للثمانينات، لعب مع ليفربول وتوتنهام وقدر يحافظ فيها على نظافه شباكه ب 460 مره. وطبعا في المركز الاول الايطالي بوفون، في فتره قضاها مع منتخب ايطاليا وفريقه يوفنتوس، وهو صاحب الرقم الاكبر في الحفاظ على نظافه شباك ب 506 مره. هنزل لك كل يوم معلومات غريبه عن الكوره، فلو بتحب المحتوى ده ما تنساش تعمل